السلام عليكم. كنا سقسينا عمي مختار على هذا الكتروفان من قبل، وراو البروبليم تصلح وكلش راهو بخير الحمد لله. كان مسبب لي عدة مشاكل، منها كما قلنا في اللوتوروت نمشي مسافة بعيدة تاع 400 كيلومتر ولا تبدأ السيارة تقطع ويعاود يرجع شغل طفات وناضت ديكوبير تولي فيها السيارة. كنت كي نوض السيارة صباح عشية ما عندهاش وقت معين، تنوض ماكسيليريا حتى نطفي ونعاود نوض، تعاود ترجع رالونتي نورمال عادية. كنت نمشي دوزيام نهز رجلي على الاكسيلاتور، تسمعها شاك مود قب 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 قب. هو السبب تاعو وشي هو انه من الاحسن الانسان ما يطولش المده تاع الزيت. قال الزيت يمشي 10000، من الاحسن انك تبدله في 7000. لما تمشي بها 10000 ل10000 يدير لك واحد الشحمه تاع الزيت، لما يتحرق يدير كراس، تولي تخلي الكتروفان ما يخدمش بطريقه صحيحه، خليوش يخدم بطريقه صحيحه. ثانيا كنت رحت للميكانيسيان سقسيته وقلت له عندي الزيت ينقص من الفيدونج. دبر عليا قال لي بدل الزيت، كانت تمشي بالتوتال، قال لي دير لها نفطال. درت لها النفطال، والنفطال هذا يمكن ماهوش مدروس الحوايج هذه اللي يمكن يمشي الاطوز يمشي الاكسنت، بس الحوايج اللي فيها في تي والمشاكل هذه ولا مع انه العلم الموتور ماهوش في تي نورمالمون المختار، يعني الكتروفان المشاكل هذه عندها زيت معين كيما نقولوا مدروس توتال، ما كلاه تبدل لها الزيت. هذا هو المشكل. المهم بدلناه وراو كلش الحمد لله ما شاء الله بارك الله فيكم. وهذا الكتروفان القديم على تراس تاع الشحمه هنا تاع الزيت. شوف الداخل كيفاه محجره، يمكن حتى تسبب لك في غلق الفلتر هذا. شوف هنا الرسول، كاين واحد الرسول ما عادش يخدم، الرسول هنا ما عادش يخدم عاد، تحب تهبط وما يهبطش كونسه. والسلام عليكم.